ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال هل هو ظلم نفسه بالدخول؟ لا، ما ظلمش نفسه بالدخول لأنها جنته ونعم الله عليه خلاص يدخل. إنما ظلم النفس بإيه؟ بما يقوله بعد، والذي يقوله قبل ما يقوله خطر بباله وهو ماشي كده، فخطر بباله كل الكلام وبعدين قاله. يبقى ظلم النفس ساعة ما خطر بباله إيه؟ الاستعلاء بالغنى. نعم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما أظن أن تبيد هذه، هذا حاجة واسعة أوي وحاجة كويسة وحاجة ميتها فيها وحاجة السور حواليها وحاجة مش عارف وده حتى. ما أظن أن تبيد، أن تهلك يعني. وما أظن الساعة قائمة. ده نقلها نقلة على الثالث. إيه الحكاية؟ خلاص أنت الشغلانة دي ما أظن أن تبيد يمكن يعني لك، إنما ما الساعة برضو أم إيه ال الأوامر الوجدانية راحت غزاه شوية. أم قالوا على كل حال قامت الساعة برضو ربنا هيديني زي كده برضو عمل يعني. وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة يعني القيامة قائمة. شك عمل البعث بقى. وعلى فرض أنني رددت إيه إلى ربي. طب ما عرفت أن لك رب يا ابن الإيه؟ رددت إلى مين؟ أهدي بقى ساعة ما يقول إيه إن كنت كذوب في الكفر حتى أبقى أخليك ذكور. ما تقولش كده، لأن معنى يا ربي دي أنت آمنت بأن لك رب، يبقى الكلام اللي أنت قلته ده مش مناسب للكلام اللي أنت قلته. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. مرجعا يعني هلاقي برضه أحسن منه. قال يعني ربنا هينا وإلى. قال له صاحبه وهو يحاوره. الكلام اللي قاله ده كله قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. بتشدق كده وتقول أنا ومش أنا وأنا وأنا وأنا. ما تذكر الحكاية الأولانية دي إنه خلقك من إيه؟ من تراب، وبعدين الأصل من تراب، وبعدين السلالة من إيه؟ من نطفة، وبعدين بقيت راجل وبقيت راجل كده ولا ملو هدومك وبتتكلم مش عارف. طب بتشوف الاولانيه ايه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك. استنكار ان يقول هذا الكلام، مش استفهام، مش بيستفهم لانه هو فاهم انه كافر، لكن بيستبعد. يقول له اضربت اباك؟ يبقى مش بيستفهم يعني انه ضرب ابوه، يبقى ايه؟ بيستنكر انه ضرب ابوه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم المراحل يعني ما حبش يعدد له بقى ثم من نطفة ثم سواك رجلا. سواك التسوية هي إعداد الشيء إعدادا يناسب مهمته، إعداد يناسب مهمته يعني مستوي كده. مستوي ما تفتكرش يعني يقولوا له لا، مستوي يعني إعداده إعدادا يناسبه. واحنا قلنا العود الحديد الطويل مستقيم والخطاف أعوج. العوج في الخطاف استقامة واستواء لمهمته، لأن مهمته إنه يعمل العملية الإياها دي. لو كان عدل كده ما ينفعش. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. واحنا قلنا لما يقول خلقني من تراب ولا خلق كل دابة من ماء ولا خلقني من طين ولا من حمأ مسنون ولا من صلصال كالفخار، كلها مرحليات انتقالية. يعني نقل من تراب يعني ده الأصل، من مية أدي الأول، وبعدين مية على التراب بقى الطين، والطين بقى لما الخلط مع بعضه كده يبقى حمأ مسنون، وبعدين ينشف يبقى صلصال. الله، يبقى كل دي مراحل ولا لا؟ ولذلك الناس اللي يقول لك ربنا بيقول مره خلقتك من كذا وخلقتك من كذا وخلقتك من كذا وخلقتك من كذا، قول له لا، هي مرحليات لشيء ايه؟ لشيء واحد. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن أنا أصلها كده، لكن أنا الحمزة انحذفت خلاص، فالتقت النون
مع النون، واحنا اذا التقى نونين مثلين يعني بنضربهم في ايه؟ في بعض. لكن يعني لكن بيستدرك، يعني انا مش زيك، انا غيرك، انت كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وانا لم اكفر بمن خلقني من تراب. هات كل بقى المقابلات. لكن انا لما جت كده حذفنا الايه؟ الهمزه، لما اتحذفت الهمزه للتخفيف ايه؟ عملنا ايه؟ حصل نونين اتنين، لما جت النونين ادغمناهم واحده ايه؟ في واحده. لكن يعني لكن انا هو الله ربي، هو الله ربي. دوك قال ايه؟ ما قالش الله وربي، جاب ربي بس. ليه؟ وده قال الله وربي. ايه الفرق بين العبارتين؟ الرب هو الخالق المتولي تربيه، وهذا لا يشك فيه احد. انما الشك في مين؟ الاله، انه معبود مطاع، لان الربوبيه عطاء ولكن الالوهيه تكليف، فهو خد العطاء ونفر من التكليف. لكن ده جابه من اثنين. لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. طيب هو قال كده وعمل، ادى له وضع وده له وضع، لكن هذا طبيعه المؤمن؟ ده كان يجب بقى من المؤمن ان يعدي ايمانه الى الغير. هذه فرق. انت قلت حالك وحاله، صحيح بينت لها حاله وحاله، انما انت حالتك كمؤمن تسكت؟ انه لا، بقى معلمه ازاي يكون مؤمن. ليه؟ اما قال لك لان ما فيش واحد يكمل ايمانه حتى يحب لاخيه ما احبه لنفسه. وايضا من العقل للمؤمن ان هو يحاول انه يهدي الكافر. ليه؟ لان المؤمن صحح سلوكه بالنسبه للاخرين، لكن الكافر سلوكه ما صححش. يبقى من خير المؤمن اللي بيصحح سلوكه مع الناس ان الكافر ده يؤمن عشان سلوكه يصحح وياه، يبقى خيري ولا لا؟ ولذلك انت لما تيجي تدعي على عدوك الهي والهي يقول له لا، ادعي له بالهدايه، لانك انت عيت عليه بغير هذا يزودك عذاب. يقول الله يهديه. نعم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني بده يوريله سبيل الايمان في استقبال النعمه، بان يرد النعمه الى المنعم. ليه؟ لانك انت ما عملتش في النعمه دي حاجه، انت جمعت موهوبات كلها موهوبه. انت زرعت، قبل ما تزرع حرطت ايه؟ الارض خلقتها. طب المحرات اللي حرطت بيه انت خلقته؟ ده الخشب جبناه من الشجر، والحداد لقى الحديد في الجبال وعملوا حديد مش عارف ايه. والقوه اللي مسكت المحرات دي موهوبه لمين؟ لا، بدليل انه ياخدها في اي وقت وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجه. يبقى اذا لما تنظر الى المسائل تجدها منتهيه الى مين؟ الى العطاء الاعلى. كل شيء تنتهي الى عطاء الايه؟ العطاء الاعلى. كرسي قاعدين عليه يا سلام متوضب قوي، والنجار وضبه، وبتاع القويمه عمل فيه قويمه، وبتاع مش عارف الجمولك عمل مش عارف فيه دهنه الله، وبعدين عملوا له شلته. نمسك المساله دي نقولها دول الصنايعيه اللي عملوه عال قوي. نقوم نقول له يا تعالى يا نجار جبت الخشب منين؟ وانا جبت الخشب من الشجر الفلاني. روح يا شيخ جبت الخشب منين؟ والله استوردته من السويد مثلا. طب نروح السويد ورا الخشب، وانت يا سويد جبته منين؟ والله من الغابات اللي هناك. نروح الغابه، وانت جبتها منين يا غابه؟ جبناها من الله. كل حاجه هتنتهي الى مين؟ الى الوعي. ولذلك ربنا بيعلمنا الادب في نعمته علينا.